صباح الخير عليكم او مساء الخير ايا كنت انت بتشوفني في اي توقيت. مفيش مشكله بالنسبه لي، المشكله بالنسبه لي في طريقتك وفي اسلوبك في اداره الامور. انت دماغك فيها حاجه غلط، عايز تتعدل. تقريبا مش قاري تاريخ، مش مذاكر، ما شفتش الماتش، الله اعلم انت دنيتك ماشيه ازاي. ركز معايا بقى دلوقتي عشان الموضوع كبير. الناس كلها شافت منتخب كوت ديفوار بيلعب بوركينا فاسو وكسبوا ثلاثه، قال لك بس احنا شكرا سبحان الله خيبو. احنا المنتخب ده هيجي يعمل معانا الجلاشه. مع ان انت لو مذاكر وعارف الدنيا ماشيه ازاي هتعرف ان منتخب كوت ديفوار ده اسهل منتخب انت ممكن تلعبه. ده اسهل واحد في الليله كلها، في افريقيا كلها ده اسهل واحد انا لعبه. لان ببساطه بحاجه بسيطه قوي، يعني احنا لعبنا مع بعض 11 ماتش. مصر وكوت ديفوار لعبوا مع بعض 11 ماتش. احنا كسبنا 10 وهم كسبوا واحد. والماتش اللي هم كسبوه كده كان في دور المجموعات. يعني هم ولا مره منتخب كوت ديفوار خرج مصر من الادوار الاقصائيه، اللي هو 16 و8 و4 والكلام ده وايه النهائي كلام من ده. يعني منتخب مصر كعبه عالي على منتخب كوت ديفوار بنسبه 11 لواحد. فانا مش شايفك، يعني حرك شفايفك عشان انا مش شايفك. احنا كسبانين 10 ماتشات وهم كسبوا ماتش واحد، والماتش اللي كسبوه في دور المجموعات. فانت ايه اللي يخليك تقلق؟ اركن الكلام ده على جنب. انت عندك 7 افريقيا، انت رقم واحد وانت ليك هيبه، وانت اركن الكلام ده على جنب. الناس اللي اتفرجت على ماتش كوت ديفوار وبوركينا فاسو، انت شفت 3 اهداف دخلوا في بوركينا فاسو، وشفت منتخب كوت ديفوار زانق بوركينا فاسو في ال 18 عامل معاهم الجلاشه. طب انت ما خدتش بالك طريقه لعب الدفاع بتاعت بوركينا فاسو عامله ازاي؟ ما خدتش بالك اللعيبه بتاعتهم كانت بتدافع ازاي؟ كل واحد واقف في ملكوت الله. يعني على الله حكايته، انا واقف بتاع احنا بتوع ربنا ومعانا عادي بقى. انا واقف كده بتفرج والدنيا زي الفل. الولا جاب الجون الاول، عدى من خمسه. ده ياسر ابراهيم عندنا ياكلهم. ياسر ابراهيم ولا حمدي فتحي ولا اي حد من الرجاله الجامدين بتوعنا دول ياكلهم. انت مقتنع تماما ان منتخب كوت ديفوار هيعمل معانا حاجه؟ هو مش هيعمل معانا حاجه اصلا. والله العظيم انا عندي ثقه مليون في الميه ان المنتخب المصري عدى اصلا خلاص. احنا عدينا كوت ديفوار ورايحين نشوف هنلاعب مين خلاص. احنا موضوعنا انتهى. خلي عندك شويه ثقه كده واجمد، واعرف ان انت تيشيرت نادي الزمالك، انا زملكاوي، تيشيرت منتخب مصر تقيل. زي ما تيشيرت الزمالك تقيل وزي ما تيشيرت الاهلي تقيل، تيشيرت منتخب مصر تقيل. ببساطه شديده، انت لو الاهلي بيلعب الترجي الرياضي التونسي مثلا انت بتبقى مقتنع تماما ان النادي الاهلي هينزل يكسب الترجي. ليه؟ لان تاريخ المواجهات بتاعتهم بتقول كده. الاهلي كعبه على فرق ياما. المنتخب مصر مثلا الزمالك بيلعب مثلا النجم الساحلي، بيلعب ايا كان اللي هو بيلعبه. انت بتبقى مقتنع تماما ان الافضليه في الماتش ده هتبقى النادي الزمالك. ليه؟ لان التيشيرت وتاريخ المواجهات بيقول كده. فانت دلوقتي بتلعب باسم مصر. انت 7 افريقيا، انت ملاعب فرقه 11 ماتش كسبانه 10 وهم كسبوك ماتش واحد.